من الجنون. يلا ريتشو جايب خزان مثل بيشبه الخزانات المي، عرفتوهم؟ هذا تبع البر يعبوه مثلا، بس هذا انه شخصي هيك للتغسيل كذا. ايه، وفي له تبعية الصابون. حتى وين بدك تحطه؟ هلا شوف، انا عندي طاولات لرمضان. ريتشو لا 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 حبيبي، حطه على الطاولة هذيك، مو أزبط؟ ايه طيب يلا كمان بس. يا معقول القطط يجي يشربوا منه؟ خلص بدنا جوا. ما بعرف. ما بعرف، خليكم جوا. تعال اقول لك خلص. القطط بخوفوا، بلكي قربوا عليه. يلا تعال. بعده ماما. اي لاف يو الحلوين. امي هذا في واحد تاني، ما اشتغل هذا بس. في تبع هنا وعافية وهيك. ما اشتغل. مبدئيا هلا مشان ريتشا بدك تحط بقلبها دغري شو هذا ينقط بصير. بلا طنجرة وشيل وحط. خلص ما في داعي اكيد. خلص نو 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 ثينك. بس تعرف شو تحطها بقلب الطنجرة، معقول ينقط على الجوانب او شيء؟ لا هي كمان من باب الاحتياط عمي. بس انا ان شاء الله هاي المي شو. اي والله ما تعرف شو نشرشر. لا لا خليني بالمضمون. صينية صينية صينية، بلكي الحنفية كانت مفتوحة. هي عمري والله انتم طبعا يا اعلى. اعلى. ايه فيك تحط الكرسي فوق. بس مبدئيا هلا اليوم مشيها. ايه شوفوا شو سنة بدك تكسر له شي سوسات لبابا اليوم؟ لا احسن آه. كان عمرك سنه. لك شو سنة؟ كان عمره 6 شهور. يا جماعه وين بتحس بده تقريب أكثر؟ تلاحظوا العيلة كلها مجتمعة على السوسة. ما بده تقريب هو. هو بنقط عليه المي على الكيس، والكيس هو يصفي. بعرف. هي رح تنزل. طولي بالك عمي، طول بالك عمي، طول بالك. سوسة كله. ده أنا تحياتي كمان تفرجي. حيو بابا حيو. ثواني بس شوف. انا بس خايف من فتحه المي. شوف هذا ممكن. لا لا ممتاز، ممتاز. قلت لك. هي لازم ينقط نقطة نقطة. بس هيك خلوه. أيوه هذا هو. وين بوزو هذا؟ اذا بوزو هون. يا بابا شو؟ اصوات بلش ينزل سوس؟ هاي حبيبي؟ شو رايكم باختراعات ريتشو؟ بدي اطلع هلا اتحمم وارجع البس وانزل. اوكي، فحطيت السوس امنت عليه. حبيت هي، عملنا هذا الاختراع مبدئي. لانه انا بمشي على قاعده اذا ما لك حيله قطع راسك اولى. العمى شو مجرم. شو يا بابا سنود. شايفين هيك لازم تخلوه ينزل نقطه نقطه. بينزل هلا ثقيل اول شيء، وبعدين ببلش بياخذ هيك ببلش يزبط. نتركه هيك للافطار. يلا حبيباتي يلا. هدول انا عم اقول انا هداك شو جابوا، عم اقول هدول هن تبع شو اسمه، لانه ما لقيت والله قديش برامت كان في موجود خلصوا، لانه بشوف الشغله لازم خلص فورا تاخذها. ففي عنا هذا بس انه حلوين هدول والله، هدول تبع رمضان الماضي كثير حلوين. هنا وعافيه. وفي عصيرنا غير. إيه هذا هنا. وين الاغطيه تبعهم نحاسيات موجودين؟ مالكم بالعاده. قصدي يعني ما قصدي شيء ست راسي بطلع اتحمل عرفت حالي. روح عن جد. اوكي والله هاي كثير رح تفيدي برمضان. ها؟ هي بتجنن. لا حلوه، من هلا جهزوا. شوفوا من هلا جهزوا للافطار. هون يا سلام عليكم. يا دوب الحق تعرف تاخرنا. ايوه هي القاعده تبعهم حلوين، القاعده والاغطيه. ها؟ عندي رسمية. ايه لا انا بس انت اوكي. ما فينا مشكله اذا حكينا لانه والله عم تكسر. هاي شو بدي اعمل طيب والله بلزموني فقسنا بعدين. كانوا طعم جايين ما فيني. شو بتتوقعوا طبخة اليوم؟ عم اقول لهم لهم حماتي اللي انت حياتي بسم الله ما شاء الله. شو بتتوقعوا طبخة اليوم؟ امي ما لها هون لانه انا رح اختار وقت معين. هلا عم يسلقوا. شو عم نسلق؟ هاتي لشوف. هلا عم يسلقوا، حرقنا لهم الوضع. ها؟ ما في سلق كثير اشياء بتنسلق. في الزهرة، في نسلق حمص، نسلق عدس، نسلق
شو لحمه بتنسلق كله بينسلق. المهم فهلا بدها تدخل على الخط امي. اوكي نحن تقريبا صرنا باقل من نصف الحلقه. امي راح تكون بنص الحلقه تدخل على الخط ان شاء الله يا رب. والله انا بتمنى يطلع شيء حلو ان شاء الله. عم نعمل اللي علينا. طالع اتحمم وانزل. تليفوني لازم. صحيح عم صور بتليفوننا. انو شو بنشر عندي انا. يلا طالع اجيب توب العياره ما بدفي اخي. هلا شوف انا شو بعمل كل يوم مشان المقبلات. على فكره المقبلات هن اكثر شيء بياخذوا من وقتي بالتزيين وهي الاشياء. اما الطبق الرئيسي عندي عادي. هلا هون طلعت قسم من الصحون الجداد اللي عندي. وهون راح استخدم هذا الصحن اليوم راح احط فيه بيتزا. هذا بما انه جاي هيك مثلثات راح احط فيه سبانخ. وهون هذا راح احط فيه مقبلات خفيفه مثلا هيك شويه حمص متبل. هي الاشياء عملها لها ماما هذا الصحن انه تزويرته هيك بده يا سمبوسك يا كبه يا مثلا كرات جبنه يا يعني عرفتوا هيك تزويرته كتير حلوه وبده يعني كتير عرفتوا تعبوا الصحن مالته. في عنا هون عم حاول اني ما استخدم الصحون القديمه مشان تكون هيك صفر جديد. هي حسيتها حلوه انه يتقسم فيها مثلا يالانجي او كبه نيه. هلا عنا هون كمان بنشوف شو نحط فيه يعني عم اقسمه. بس هدول الاثنين حاليا اخذتهم سبانخ بيتزا. امي هذا والله محتاج شو بدي احط فيه. لا طوال. هذا المدور. فيك تعطيه الكبه النيه للزورات ماما هيك. ايه كبه يا عيني عليك يعني برضه نص هون زبديه صغيره تحطي فيها رمان او دبس رمان. هلا زبديه صغيره. شوف ايش في عندي وحده كان بيضه يمكن ما بعرف. فرجيني هدول اذا بدي استخدم. شلون؟ هو دائما يدور كله. ايوه عادي لو شفاف ما رح تاثر يعني ايش القصه. طيب شو اسمه شو ضل عنا؟ طلع حنطلع المعجنات. رح اخذ صينيه من هني. طلع المعجنات يدوبوا على الاقل من مهلهم ونشوف شو بدنا نعمل اليوم. كمان طلعت شو اسمه فخاد. وصيت على صدر دجاج كمان كرمال اعمل رولات مسخن فلسطيني. اوكي في عنا هون كمان فينا نطلع لحم بعجين وعش البلبل يعني هيك انه عرفتوا شو حاطين وراها للفريزر ما حتفتح. هون كمان كثير انعجق على فكره كثير انعجق في اغراض وكذا. يلا تعال دخلنا الفريزر وهيك بقليه اخر شيء انا يعني مشان يضل سخن لسه مخلص. هاي البيتزا انا الصحن قديش بياخذ عندي فبحط فيه. هلا المشكله شوف اذا شيء ما بعرف ريتشو اذا اخذ ريح. فهون الكارثه. اوكي بيتزا شو حبيبي شو صاير علي؟ عن جد طالع من الحرب. طلع وين قعدت لك؟ ننوشه قعدت لك تحت. هلا حدوه عن جد ما بده مي شوي حبيبي؟ لا هلا بدو بس نقع ريحته بس. عمري ليش هيك؟ افتح الكيس ومثل ما كنت تعمل. شلون كنت اعمل ليش؟ يعني تفتح الكيس تحطه بايديك ما بدي انا يصير عليه. طيب شلون بدها تصير؟ ما فهمت. انت ما فتحت الكيس مزبوط. كنت تدخل ايديك وتحطه هيك كله. لا حبيبي لا عادي. طيب بس الهواء. هلا جوا ادخل. تعال جوا احسن. جوا ما في طالع كم لتر هذا؟ حاج انا براي ما تعبي كثير. عادي يلا اوكي فينش اوكي. بس هيك نو. معلش بدي ادخل لك دخلهم الانجليزي على فكرة خليكم ما صافنيش عم ينزل من الكيس. كم نقطة يلا بلشوا عدوا 1 2 3 كم ايوه نقطة عم ينزل من العرق سوس. يا عيني والله بتسليهم يا حبيبتي. ايوه على فكرة حتى هذا شايفين كيف لون. يلا اجين. شو بعينك ماما؟ شو حاطة ميك اب؟ ايوه والله العظيم لا تعال شوف الاحمر الدرب عينه. وليه
شو تاكل هيك؟ شفت يعني عرفت مرتك ايش تجيب؟ قلت لها تبع البر اضبط شيء. شو طلع عن جد طلع غمضي ماما. مثل هاي. ايه مثل هاي مثل قصدي. ماما هلا انا ماني فاضي للمكياج، اوكي انا عندي شغل. ايه بعدين ماما بعدين، تعالوا انتم معي على المطبخ. سريعة. هلا انا امي عملت حد. اعملي قسم حاد وقسم عادي. شلون؟ لا اعملي بهذا. هذا ما يحصل. شوفوا هي الوصفة سهلة وسريعة، بحسها رح تكون لذيذة للأمانة. أنا أول مرة بعملها. ماما ما حدا يجي على لازم يكون بودرة. نعملها ميكس. اعملي هيك اعملي هيك. أضيفهم مع بعض. لا ما تخلطيهم مع بعض. أوكي. حاضر. تعطي بزيتية وهذا بزيتية. يعني صحن فيه واحد وصحن فيه ميك واحد. هذا الميك بس عملوا درجتين تحضيرات. ايه. يعني وصف اليوم. ما راح يسمش. هلا رح احط كل شيء ونشتغل مع بعض وننزل. هلا هون رح اعمل معكم وصفة الجبنة السريعة. في عنا هون بيض نخفقه مظبوط. في عنا هون ده انا اذا ناوي طعمية شو رح فهميني. في هدول شيليهم. اوكي هاي الجبنة بحط اول شي بالطحين نغطسها مظبوط. بيض واخر شي بنحطها بالشيبس. كتير وصفة سهلة وما بتاخد منا وقت غير 10 دقايق. المشكلة انه انا حلوت كتير الفوقية. طيب اعطيني شوكة هلأ هيك اضبط لي احسن ما احط ايدي فيها. ما تعطيكي شو بدك. حبيت اخفق فيها البيض. هاي ايه هيك شايفين قصة هيك بقلب هي. تأكد انه اخذت من كل الجهات عشان تسكر. اذا ما بتحطوا الشيبس انتو فيكم هيك تحطوه بالكم. كثير رح تكون طيبة. متأكدة. شوفوا كيف شكلها بصير. هاي بالطحين. اول شي حطيه بالطحين ماما، بعدين حطيهم بالبيض. ايه يعني حطيهم الجبنة الثانية كلها بالطحين. هيك نزليها. ايه بدي عليه وحده بعدين شيليها بعدين بالطحين وتحطيها بالبيض. هي حيتي. صح ليش عمل وحده. هاي الوصفة سريعة يعني حتى لو حبيت اني افرزها عادي بتتفرز. ما انا القصة. هي اول وصفة عملت لكم اياها سريعة وسهلة. بس هديكاتي بدي ادعمكم برمضان هذا كتير بالوصفات، بس طولوا بالكم عليه. تأكد انه اخذت من كل الجهات البيض. إذا بعرف انه بتاكلوشوا حالكم شو بدنا نساوي؟ هي هيك الوصفة. عليها قرشة هلا خطيرة. هي بالقلاية الهوائية ما في داعي تقلوها قلي. شفتوا؟ اللي ما بيحب الزيوت وحركات. بدي جوزي. انا بدي على فكرة انا هلا ما بلشت بالطبق الرئيسي. بتصدقوا؟ الساعة 3:15 عندي. خلينا نشتغل بالايدتين انا برأيي. حتى اللحق
اتأكد انه اخذت من كل الجهات وبشيلها. ويا سلام. يلا حبيبتي. مين ما في يشتغل بالايدتين؟ انا بتلبك اذا اشتغل بالايدتين، خاصة بهيك شغلات يعني. طلع ريتشا بحس انه رح يحبها كثير. فيكم تعملوها بشيبس حد اذا اولادكم او زوجكم بيحبوها، وحتى اذا انتم بتحبوا الحد، يعني اذا حدا بالعيله بيحب الحد. شو رايك ماما بالوصفه السريعه؟ ايش كده؟ بالعيله بيحب. هلا يا جماعه صار وقت الجد، صار بدنا نبلش بالطبخ الرئيسي بقى. خلص تاخرنا كثير كثير كثير، تاخرت انا. ملح، نعناع، الشاطرة تحذر شو هاد، يعني شو طبختنا اليوم ما بعرف ايش فيه. كان واحدة منها كانت بدها تحترق، مرة انا مع عمي بالغلاية، ومرة ثانية كمان تنكشها مع عمي بالغلاية. مو كله هيك تزاحم، ايش بيقولوا؟ كله بالمطبخ، كله عم يشتغل. عفوا هاتي عادي. لا ما بدي. فلفل اسود، شوية بهار. مام بس تبس البندورة الله يخليك مام. وشو كمان؟ شوية هاي. طلع نجيب اللحمة انا وانتم من برا. هلا هو لازم تحضروا الطبخة. الطبخة يعني محدودة بكم شغلة، عرفتوا؟ تعالوا حتى اطلع اجيب اللحمة واللقية. يا ويلي الشغل. هاي اللحمة هون صارت جاهزة واللية. يلا نبلش الشغل. وطبعا لازم نحط دهن. ليه ماما؟ ليه نفس الشخوط بعطوني حاج ولا احط بعد؟ شنو ريتشا ملتهفة وانا عم بعمل الحشو مثل ما بدي انا. منيحة؟ ايه بس حاجة يعني. ايه اوكي لحمة. منيح عندي لحمة. بس بندورة ماما اعطيني معلقة. هاي معلقة ما بقى اشوف. انت كلها توابل بنتي؟ ايه حاج ماما. هذا مو بلدي. واذا مو بلدي؟ هذا انا مخلطهم كلهم، بس هلا على العجلة حطيت كل شيء راح اخلطه. حطيت الثوم؟ ياي جيبوا الثوم. لحمة شوي، اللحمة بعدها شوي مثلجة. الثوم خذي نصه. بدك شوي ثاني؟ هذا يفيدنا بعدين. امي شوية مي، بس شوية مي لحتى لانه ما في شيء بيغلوا كلهم مع بعض. هي على طريقة حماتي انه نحط مي بقلب الحشوة، هي حبيتها عشان بس ينخلطوا. حطي له، بحس بدي بعد بهارات. بعد بس قصدي بعد. طبعا الاولاد هلا كوني اللي طالع واللي فايت واللي فايت واللي طالع. اني بحس بدها نانا. هلا نشوف. بدها ما فيها ترك بهارات. بس امي حاطه معلقتين. امي هذا ماشي ولك هذا النعناع تبع اللي جبت.